ايه رأيكم بقى في الجمال اللي احنا عاملينه ده النهارده؟ عاملين النهارده حاجة حلوة جدا، كيكة هشة وطرية وعليها صوص الشوكولاتة. صدقوني تحفة. عاملينها النهارده بالاخص للمدارس. انا هنا هو كوردها لكم، وهي كيكة لو انت مش حباها بالصوص الشوكولاتة هتعمليها كيكة. بصوا بسم الله ما شاء الله، هشة وطرية وحلوة جدا. يعني انا حبيت اوردها لكم من غير الصوص عشان لو انت مش حابة تحطي عليها شوكولاتة من فوق فتعمليها كيكه زي ما عملتها للاول. لكن صدقوني هي تحفه، وانا حابه ان انا اعمليها في الاطباق الالومنيوم ديت عشان المدارس، او لو خارجه رايحه اي مشوار وعاوزه حاجه سهله وبسيطه تبقى في شنطتك، ما تضمنيش الطفل يجوع في اي وقت فيبقى معاكي حاجه. خليكوا بقى معايا واحده واحده، هنسمي الله ونبتدي الطريقه. المقدار بالكوبايه اللي هتبتدي بيها من الاول هتبتدي بيه لاخر الوصفه عشان هنعاير بيه كل حاجه. حطيت هنا هو مج زيت، على مج لبن، على مج سكر، التلاتة قد بعض زي ما انتوا شايفين كده هو. تمام كده هو. باجي بقى للكاكاو، اهم حاجة نوع جودة الكاكاو تكون كويسة. حطيت هنا هو 3 معالق كبار، 3 معالق هرمية كبار كده هو. هنحط عليهم 4 بيضات. تمام كده هو. يبقى في شفشق الخلاط حطيت كوباية من السكر، كوباية من اللبن، كوباية من الزيت، يفضل نوع زيت يكون جودته كويسة. تمام كده هو. هضيف عليهم 3 معالق كبار كاكاو، عليهم 4 بيضات مع رشة فانيليا، وفي الاخر هنا هو هنحط كيس من النسكافيه اللي هو بالبندق. ده بيعزز طعم الكاكاو كمان بيخليها حلو قوي. وهنضربهم كويس جدا. بعد كده بقى هاجي للدقيق بتاعي. الدقيق حطيت كوبايتين وربع من الدقيق، عليهم كيس كيك شيف. تمام. يبقى كيس كيك شيف على كوبايتين وربع من الدقيق، نفس المج اللي استخدمته في الاول هو اللي عايرت بيه الدقيق، وبنخله كويس جدا. بعد بقى ما بضرب الخليط زي ما انتوا شايفينه كده اهوت، بصوا بسم الله ما شاء الله بيبقى حلو قوي. ركزوا بقى في الحته دي، حطي ذره صغيره من بيكربونات الصوديوم، ديك بتخليها هشه جدا، مع معلقه الخل. الخل انا بعتبره محسن كيك، انا بستخدمه في كل وصفات الكيك، هو البيكربونات الصوديوم. كنت عامله قبل كده في الكيكه الفانيليا، برضو حطيت بيكربونات وحطيت الخل. فاتبعوا الخطوات واحده واحده وصدقوني مش هتندموا. بعد كده بنزل بالدقيق تدريجيا زي ما انتوا شايفين كده اهوت، واقلبها كويس جدا. الخليط بتاعي بيبقى سمكه كده، ما بيبقاش تقيل قوي اللي هو عجين، ولا بيبقى خفيف قوي. يعني لو لقيتي ان هو خفيف قوي بتزودي له سن الدقيق، لكن المعيار ده مظبوط جدا. بعد كده بقى بجيب الاطباق بتاعتي. هما يعني الكمية دي هتعمل لي 16 من الطبق الألمونيوم، يعني هتعمل لي كمية ممتازة. تمام. وعادي ان هي تقعد في التلاجة اكتر من يوم. يعني لو ان انت هتعمليها للمدارس عادي ان انت ممكن تعملي نص الكمية، لو انتوا اسرة بسيطة هتعملي نص الكمية هيجولك 8 يكفوكي يومين حلو قوي. اهو انا بقى هنا اهوك عشان لسه هحط صوص شوكولاته، فمش هتمليها قوي عشان ما ترتفعش. احنا سبق وعملنا اللي هي الكيكه بالفانيليا، فمش هنحط حاجه عليها من فوق، فبحط ايه اللي هو بملى الطبق مقدار الا ربع كده اهوك عشان هي هتعلى، فمش هنحط عليها صوص. لكن دي احنا هنحط عليها صوص الشوكولاته، فبنحط ايه اللي هو نصها بالظبط زي ما انتوا شايفين كده اهو. باجي بقى من المرحله الاخرانيه زي ما انتوا عارفين لازم حركه الخله ديت، بتطلع كل فقاقيع الهواء وبتطلع كل حاجة. في نفس الوقت بتخلي الكيكة تطلع مستوية حتة واحدة، ما بتخليهاش تطلع اي جنب عالي ولا جنب واطي. بعد ما عملت الاطباق كلها بنقلها بقى على صاج بتاعي او الصينية، لاني ما بحطهاش في الفرن كده هوك عشان ما تتعرضش للنار مباشرة. طبعا بكون مولعة الفرن قبليها، يعني الفرن تكوني مسخناه قبليها، بتدخليها في فرن سخن مش فرن بارد. لو فرن بارد الكيكة هتطلع معاكي مش ناجحة. اتبع الخطوات واحدة واحدة. كده بقى انا هحطها في الفرن. نيجي بقى لصوص الشوكولاته اللي احنا هنعمله. طب لو انت حابه ان انت تستكفي بالكيكه كده هو عادي اعمليها كيكه بالشوكولاته عاديه. لكن لو حابه ان انت تعملي الصوص هتعملي اللي انا هعمله دلوقتي. هنجيب بقى كوبايه صغيره اللي دي نص المج، يعني المج اللي انا عملته ديت الكوبايه دي زي نصه. حطيتها لبن وزيت وسكر. تمام. على معلقتين كاكاو، وكيس برضو نسكافيه بالبندق. ده يعني بيعزز الطعم وبيخليها حلو قوي. لو مش متاح مفيش اي مشكله.
واضربهم كويس جدا سواء بالخلاط او بالهاند بلندر، المهم يتضربوا كويس جدا لغايه ما الخليط بتاعك يتقل. لو لقيت الخليط بتاعك تقل قوي هتزودي نص كوبايه من اللبن لغايه ما يبقى سمك الصوص السمك اللي انت شايفاه دوت، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. يعني مش تعملي ميه، لان لو خففتيه جدا هتبص تلاقيه نزل في قلب الكيك من تحت، مش هتلاقيه زي ما انت شفتيه في اول الفيديو كده، هتلاقيه هبط خالص في قلب الكيك. بصوا بسم الله ما شاء الله الكيكه طالعه مستويه حلو جدا. بصوا بعرف ازاي ان هي استوت، اكيد انتوا شايفين علامه كده زي الخرم في اكتر من كذا طبق، ديك انا بتاكد في اول الصاج وفي اخره بخله كده هوت. لو طلعت لي الخله او الشوكه نضيفه زي ما انتوا شايفين كده هوت، يبقى كده الكيك بتاعي استوى. وهو بيقعد في الفرن تقريبا حوالي 10 دقايق، ما بتكملش خالص. وزي ما قلت لك مش حابه تعملي الصوص دوت مفيش اي مشكله، بس هو ده اللي بيطعمها وبيخليها حلو جدا. كميه الصوص اللي انا عملتها هتعمل لي ال 16 طبق، هيبقى السمك حلو جدا كمان. بصوا بسم الله ما شاء الله سمكه حلو قوي، مش اللي هو تقيل ولا اللي هو خفيف. زي ما قلت لك لو خفيف خالص يعني هينزل في ارضيه الكيك، لكن هو كده سمكه مظبوط. انا هنا هو اوريكم الكيكه لوحديها. بصوا بسم الله ما شاء الله بتنزل لوحديها خالص. بصوا انا حبيت ان اوريها لكم عشان ما تقولوش ان هي مكتومه من جوه ولا حاجه، طالعه هشه وطريه وطعمها تحفه. يعني اتمنى ان انتوا تجربوها وتمشوا على الخطوات واحده واحده، صدقوني مش هتندموا. بعد بقى ما عملت الشوكولاته كده، هو كان عندي نوتيلا بيضه حبيت ان انا ازينها واديها شكل حلو، عشان انتوا عارفين ان الاطفال بتحب الحاجات ديت. وفي كل طبق كده حطيت كريز كده هوت، او لو عندك توت احمر حطي، المتاح عندك حطيه، دي حاجه ترجع لك انت. بس كده هو هتقولي انت حطيتي الصوص اول لما خرجت من الفرن، هقولك يعني استنيت 5 دقايق كده وحطيته وهي سخنه. انا قطعاها هو البخار طالع، ما بتستناش لما بتبرد خالص، يعني بتبرد يعني ايه، حاجه بسيطه كده هوك. وبعد كده بنزل بيه الصوص بتاعي. بصوا بسم الله ما شاء الله دي بقى الغطا بتاعها، دي هنا هوك انا هغطيها بالشكل دوت، وهتديها للطفل معايا في المدرسة، خارجة مناسبة واخدة يعني عاوزة اي حاجة سريعة. صدقوني مفيش اسرع من كده، والطريقة ناجحة ومش مكلفة قوي زي ما انتوا عارفين، اقتصادية خالص. وصدقوني اطفالك هيحبوها، وانا حبيت ان انا اوريها لكم بالصوص. بصوا متشربه من تحت ومن فوق، لان انت حاطه كميه صوص شوكولاته حلو قوي على الواحده. يعني تسميها بقى ديسباسيتو، تسميها كيكه بالشوكولاته، تسميها جاتو، صدقوني الطريقه ناجحه 100% والطعم خيال وهتعجب اطفالك. كده بتكون وصفتي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم، وبالف هنا وشفا على قلبكم.